مساء الخير. انت دلوقتي على قناة كرة فاميليا. خش بسرعة اعمل اشتراك وكمل معايا الفيديو. الحمد لله، مصر لعبت اسبانيا والمباراه خلصت 0-0 وكان شكلنا كويس. بس الكابتن دارفيل كان ليه راي تاني. كان متضايق جدا ان امام عاشور طلع بدري بعد الشوط الاولاني ما خلص، وقال لك ان احنا لو كنا اتغلبنا 5-0 لكن كان شكلنا واقف على رجلينا دي كانت حاجه هتبسطه اكتر شويه من كده. الحمد لله ان هو زعلان ومفيش حاجه بسطته، لان احنا يا كابتن لو كنا شلنا 5-0 اكيد كنا هنبقى بنزحف على وشنا وما كناش هنبقى واقفين على رجلنا خالص. الحمد لله الكابتن حسام حسن عمل اللي احنا بنتمناه وكمل بنفس الاداء والطريقه قدام اسبانيا، ان احنا عاملين زون ديفنس محترم ونلعب على الهجمات المرتده. احنا عملنا الشق الاولاني في مساله الديفنس الى حد كبير بنسبه كويسه. الشوط الاولاني كنا محكمين المباراه وقافلين مفاتيح اللعب على اسبانيا زي ما بيقولوا، لكن في الشوط الثاني لما اسبانيا جزت شويه علينا احنا كان ممكن نشيل كتير، لكن الحمد لله ربنا ستر. في عندنا فجوه ما بين قلوب الدفاع محتاجه تتقفل، وحمدي فتحي كان بيقدم مباراه ممتازه. انا في تخيلي ان احنا محتاجين بعد كده حمدي فتحي ده يطلع يلعب مكان الكابتن مروان عطيه، ويجي الكابتن محمد عبد المنعم يلعب ورا في قلب الدفاع مع ابو صلاح الخطير يلعب على الجنب اليمين مع تريزيجيه يلعب مكان اللي الله يشفيه اسلام عيسى. الامور كلها هتستقر، خاصه مع اعتمادنا على مرموش كمهاجم وحيد. اما فيما يخص الشق الهجومي فاحنا محتاجين نخلي الرجاله اللي واقفه عند دايره السنتر كلها تقلد امام عاشور، يعني حمدي فتحي، مهند لاشين، مروان عطيه، ايا كان مين اللي موجود في المنطقه ديت لما يستلم الكوره يعرف يطلع باص سليم للاعب اللي في المكان المظبوط. احنا مشكلتنا دايما في بطوله افريقيا اللي فاتت واللي قبلها ان احنا عندنا الناس اللي بتطلع الكره لقدام بتطلعها في حتت بنت 60 في 70، تلاقي الكره بعيده جدا عن صلاح وعن مرموش وعن الناس دي. لو ظبطنا النقطه دي امور كتير هتختلف وهتبقى في صالحنا، خصوصا مع استغلال سرعه مرموش وصلاح وهناك تريزيجيه. الامور ان شاء الله هتبقى ستراوس في الزنجبيل. نقدر نقول الحمد لله المعسكر والمباريات الودية جابت النتيجة اللي هي قدرنا نقدم مباراة حلوة قدام السعودية ونكسب ونزيد ثقة في أمورنا الهجومية، وفي مباراة أسبانيا عملنا مباراة تنظيميا دفاعيا كويسة وقدرنا نقفل الماتش ونطلع 0-0 حلو. فاضل لنا الشق الهجومي زي ما كنا لسه بنقول. وبرضو احنا مش عايزين ننسى، احنا عايزين يا جماعة نستغل الكور الثابتة. الكور الثابتة مهمة جدا خصوصا مع فريق ما بيعرفش يوصل بهجمات منظمة كتير. يبقى الكور الثابته، التسديدات الخارجيه، هي ديت النصائح اللي هي. وقبل ما اقول لك ما تنساش تدوس اللايك والاشتراك، احنا كلنا نتمنى ان المنتخب المصري يستمر ويحاول يلعب مباريات وديه قويه تانية زي اللي لعبها ديت. اكيد في استفاده من ان اللعيبه تبقى بتتجمع مع بعض وبتلعب على الطريقه والنظام اللي محطوط دلوقتي. كل ده ان شاء الله هيؤتي ثماره في كاس العالم اللي جاي. ومش عايزين ننسى المستوى الملفت المحترم اللي ظهر بيه شوبير جونيور. مصطفى شوبير يا جماعة بيتألق ويتعملق في مواجهة الماتادور الأسباني. قدر لوحده إن هو يصد يجي 3-4 تجوان من الثغرات اللي احنا قلنا إن هم كانوا في وسط قلوب الدفاع، ولما قدروا يتملصوا من ورا محمد هاني مرة ومن ورا أحمد فتوح مرة. وطبعا أحمد فتوح كان أداؤه راقي جدا، قفل على يمين يامال كما ينبغي أن يكون. فكرنا بفتوح بتاع 2019 في ماتش المغرب قدام أشرف حكيمي لما عرف يحطه في جيبه الصغير الخلفي. يا سلام عليك يا ولد. هو ده المستوى اللي احنا عايزين عليه كل لعيبة المنتخب في الفترة الجاية تركز عليه، ونهمس همسة صغننة في آذان الناس اللي فيها شمع كتير يا حرام لذلك ما بيسمعوش كويس. يا حبيبي ده اسمه منتخب مصر. انسى لون التيشيرت اللي انت بتشجعه، انسى مين كان عندك وراح وسابك وراح فريق تاني. بلاش نمسك زيزو ماجا، امام عاشور عمل، مش هينفع الشغلانه البيضه اللي احنا فيها دي. خلينا نركز ونمشي ورا المنتخب لان في الاخر الفرحه هتبقى لينا كلنا. ياما زمان ايام المعلم حسن شحاته ربنا يديله الصحه كنا بنشجع كلنا عمرو زكي رغم ان هو بيلعب في الزمالك واحنا اهلاويه، كنا بنشجع حسني عبد ربه رغم انه بيلعب في الاسماعيلي واحنا اهلاويه، وسيادتك ايها الشخص اللذيذ كنت بتشجع عماد متعب رغم انه بيلعب في الاهلي وانت بتشجع المنصوره.
فحضرتك ركّز ونضّف ودانك شوية واسمع النصيحة، يمكن ربنا يكرمنا ونعمل نتايج كويسة في كأس العالم اللي جاية. وأخيرًا ما تنساش تدوس اشتراك ولايك وزر الجرس، ال3 مع بعضيهم، ويا ريت تقترح علينا في التعليقات إيه الموضوع اللي نتكلم عليه في